النهارده هنتكلم على المطابخ الكلاسيك. هنقسم المطابخ الكلاسيك لنوعين. النوع الاولاني وهو الخشابي، الالوان اللي هي الخشبيه او الناس اللي بتحب روح الناتشورال او الخشب. الخشب بيدهن يا اما اسطر او بيدهن بحاجه اسمها المجموعات، ودي دايما بتبين روح الثمره بتاعت الخشب. وطبعا فيها انواع كتير زي الزان، زي التك، زي الارو، زي الباليساندر، وانواع كتير جدا جدا جدا. النوع الثاني بقى وده هنقسمه لنوعين. مبدئيا النوع الثاني ده بيعتمد على ان العميل او انك تختار اللون ساده، يعني الالوان اللي هي السوليد ساده، ابيض اسود ايا كان اللون اللي حضرتك بتحبه. انت عايز الستايل الكلاسيك بس عايز اللون يكون ساده، فده بنقسمه لقسمين. قسم ممكن نعمله كونتر طبقات ويتحفر عليه CNC، وده بيكون امتن حاجه، يعني ده ممكن تورثه للاجيال بعد كده. والنوع الثاني اللي هو انا بدور على التكلفه، فهبدا اعمل الدرف دي MDF وهبدا احفر عليها بالCNC برضو، وهوصلها للشكل الكلاسيك اللي انا عايزه او شكل الحليات اللي انا عايزها. ودي برضو ما بتكونش اسوأ حاجه، يعني دي بتكون حاجه كويسه بس مش بقوه الكونتر طبقات. لو عايزين معلومات اكتر تابعوني على كيرف ايجيبت لايف الساعه 6 مساء يوم الجمعه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.